المكان اللي الفراعنة خبوا فيه خريطة الذهب اللي فيها كل مناجم الذهب اللي موجودة في مصر، واللي مكانها موجود دلوقتي في مكان محصن جدا بس ممكن تروحوا عادي. الفراعنة معروف عنهم انك كل ما تفتح مقبرة ليهم هتلاقي ذهب كتير جدا، وده طبعا عشان البعث والحياة الأخرى، فهم كانوا مهتمين جدا بالذهب وعارفين كل مناجم الذهب اللي موجودة في مصر. مفيش حتة في الصحراء الشرقية دي كلها ما فيهاش دهابة بيدوروا على الذهب. القصة بدأت لما كنت ماشي في وسط الطريق ولقيت رسومات فرعونية موجودة ومنحوتة في قلب الجبل من غير لا بوابة ولا تذاكر، ولما دققت كويس قوي ورحت وشفت الرسومات ديت عرفت ان دي رسومات بتحكي عن رحلة حتشبسوت من وادي النيل لبلاد بوند، ومن ضمن الحاجات اللي كانت متاخدة هي الذهب. وبالصدفة عرفت مكان الخريطة لما رحت المكان المحصن ده ونزلت في السهريج تحت الأرض، ارتفاعه مهول جدا ومكان غريب. اكتشاف الذهب في مصر من اكبر الكنوز اللي موجوده فيها. يا ترى الخريطه دي لو وقعت في ايدك هتعمل بيها ايه؟ مستني اعرف رايكم في الكومنتات، وشوف باقي الحواديت اللي موجوده على القناه، واستنوا كنوز جديده في حواديت جايه كتير.